انا عايزك تسمع. عايز بس اوريك العظم. اول مره في حياتي اكل فراخ عظمها ابيض. تعرف تخش المطبخ ما بتعرفش هتعمل اجمد فرايد تشيكن في البيت. بص لون اللحمه عامل ازاي. فيلا بينا. اول حاجه احنا جبنا فرخه 1500 جرام عشان ما تبقاش كبيره قوي. حطيناها في محلول النقع، ملح، سكر، ليمون وميه. بهاراتك توم باودر، بصل باودر، ملح وفلفل اسود وكركم وكاري وبابريكا. دي البهارات اللي احنا هنستخدمها هنا وعلى الدقيق. فيلا بينا. معلقه ميه كبيره، ما تزودش، وهنخلط كل ده مع بعض. بعد ما نخلط معلقه دقيق واحده كبيره، ده هيديها قوام بحيث ان هي تمسك في الفراخ بتاعتنا. بص كده تقيل. ننزل بالفراخ. اهم حاجه تصفيها كويس من الميه وننزل بيها. بعد ما تنزل تديها تقليبه كده حلوه. بما اني بحب السبايسي فكان لازم تبقى سبايسي. دي شويه شطه كده على الوش. دي اهم حاجه في الوصفه كلها. ميه ساقعه. بعد كده هننزل بالدقيق. نفس البهارات اللي نزلنا بيها على الفراخ هننزل بيها على الدقيق. هنقلب الدقيق مع بعض ويلا بينا. ركز معايا قوي في الطريقه دي لان انت لو ما ركزتش الدنيا هتبوظ منك. هننزل هنا في الدقيق. دي اول خطوه. بعد كده هننزل في الميه نازله ونطلع على طول. نازله ونطلع. بعد ما طلعنا ننزل في الدقيق تاني نقلبها 7 مرات. ايه ده؟ هنقلبها 7 مرات كده. 7 مرات كده. 8 9. بص كده قرب قرب قرب. بص الشكل ده الشكل اللي احنا عايزينه. شايف التجاعيد اللي بره دي؟ هي دي. اهم حاجه الزيت يبقى غزير. هوب. غزير جدا جدا جدا. اهم حاجه في الموضوع ده الغطا ده. لو مغطيتهاش مش هتستوي. لازم تغطيها. هنهدي النار عليها وهنقلبها بعد 10 دقايق تلت ساعه وهنطلعها. كل ده هيتصفى. سيبها براحتها مفيش مناديل. ياه مولعه مش بسم الله. ودي اجمل لحظه انا بحبها. بص الفراخ وبص التتبيله واصله لفين. التشريح اللي في الفرخه ده انا اللي عامله.